السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب أولى إعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة حصة الحل بتاعة الجزء التاني من الدرس الأول في الوحدة التانية. وكمراجعة سريعة اللي احنا خدناه في حصة الشرح، احنا خدنا ضبط المتغيرات وعرفنا ان المتغيرات عندنا بتنقسم لثلاث أنواع: المتغير المستقل، وده السبب بتاعنا واللي بنغيره أثناء عمل التجربة. وتاني حاجة هو المتغير التابع، والمتغير التابع ده عرفنا ان هو بيبقى نتيجة للمتغير المستقل، وده اللي احنا بنعمل اصلا التجربة عشان نعرفه. وتالت حاجة هو المتغير او المتغيرات الضابطة، ودي حاجات احنا بنثبتها كقاعدة اساسية عشان نعمل عليها التجربة. وعرفنا كمان المتغير التابع بيبقى بيتغير نتيجة تغير المتغير المستقل. دي كانت المتغيرات. بعد كده دخلنا على الطاقة وعرفنا انها المقدرة على بذل شغل. وبعد كده خدنا طاقة الوضع وعرفنا يعني ايه طاقة الوضع بمثال السماعة، ومثال ان هي بتؤثر بوزن الجسم من خلال اللي احنا غيرنا اوزان الجسم زي الحصة اللي فاتت وجبنا علب اكبر من السماعة ووزنها اتقل. وكمان بتتأثر بالارتفاع. ده كان ملخص سريع اللي احنا خدناه الحصة اللي فاتت. نسمي الله ونبتدي الحل ان شاء الله. نصلي على النبي ونسمي الله. عندنا أول حاجة هي اكتب المصطلح العلمي. إحدى مهارات البحث العلمي وتصمم تجارب المقارنات العلمية. دي كده هي ضبط المتغيرات. ضبط المتغيرات اللي كان جايبها لنا في أسئلة الجزء الأول وقلت لكم عليها لسه ما خدناهاش. ضبط المتغيرات. تاني حاجة المتغير الذي يتم تغييره أثناء التجربة. المتغير اللي احنا بنقعد نتحكم فيه أثناء التجربة هو المستقل، المتغير المستقل. طب بنغيره ليه؟ عشان نتحكم في النتيجة بتاعتنا اللي هو التابع، اللي هو اللي بعده المطلوب اختباره، والذي يتغير بتغير المستقل اللي هو التابع. المتغيرات التي تظل ثابتة أثناء التجربة اللي هي الضابطة. زي مثلا مثال الكتاب، كانت الضابطة عندنا هو ايه؟ مثلا لما كنا بنختبر الوزن كان عندنا الارتفاع والرمل. ولما كنا بنختبر الوزن، معذرة، لما كنا بنختبر الوزن كان هو الارتفاع والرمل. لما كنا بنختبر الارتفاع كان بيبقى المتغير عندنا الضوابط، كان بيبقى حجم الكرة أو وزن الكرة والرمل. فهو ده المتغيرات الضابطة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي المقدرة على بذل شغل، ودي احنا عارفينها يا مستر اللي هي الطاقة. قلنا عشان يبقى فيه طاقة لازم يبقى فيه شغل. 6 الطاقة المختزنة في الجسم نتيجة الشغل المبذول عليه، وهي دي طاقة الوضع. وعرفنا يعني ايه طاقة وضع. حاصل ضرب كتلة الجسم في شدة مجال الجاذبية الأرضية، وده الوزن. قلنا ان العلاقة بتاعت طاقة الوضع هي الوزن في الارتفاع، او الكتلة في شدة مجال الجاذبية الأرضية في الارتفاع، عشان الوزن بيساوي الكتلة في شدة الجاذبية الأرضية. نخش على اختر. ما المتغير المستقل في تجربة أجريت للتعرف على العلاقة بين الارتفاع الذي تسقط منه كرة على أرض رملية وعمق الحفرة التي تكونها. طيب، يبقى هنا الارتفاع عندي هو المتغير المستقل، لان كل ما اغير الارتفاع هيسبب عندي المتغير التابع ان عمق الحفرة هتكتر. وعندي المتغيرات الضابطة هي الارضية الرملية، والحجم وزن الكرة بيبقى ثابت. فانا عندي المستقل اللي هو ارتفاع الكرة. ما الكمية التي لها نفس وحدة القياس القوة؟ اللي لها نفس وحدة قياس القوة هي الوزن. الوزن برضو وحدة قياسه هي نيوتن، الاتنين نيوتن. عند قصف جسم وزنه 50 نيوتن لأعلى مسافة قدرها 2 متر، ده الارتفاع، فطاقة وضعه هنضرب المثلث بتاعنا الجميل يا مستر. بيقول ايه؟ ان طاقة الوضع البي اي تساوي الدبليو اللي هو الوزن في الاتش الارتفاع، فهخبي اللي انا عاوزه، فهيبقى دبليو في اتش اللي هي 100 جول. وحدة الطاقة، أي طاقة عندنا وحدتها هي الجول. طيب، 4 جسم يوجد على ارتفاع 4 متر من سطح الأرض وطاقة وضعه تساوي 200 جول، يكون وزنه
هنخبي اللي احنا عاوزينه اللي هو الوزن هيبقى 200 على 4 اللي فيها 50 نيوتن. 5 كرة كتلتها 5 كيلو جرام، موضوع على ارتفاع اتش عن سطح الأرض، وكانت طاقة وضعها عند هذا الارتفاع 100 جول. فإن ارتفاع الكرة، هنخبي الارتفاع، يبقى احنا عاوزين الوزن في طاقة الوضع على الوزن، واحنا عارفين ان الوزن هو الكتلة في شدة مجال الجاذبية الأرضية اللي هي بتبقى مثبتة عندنا ب10، رقم ثابت عندنا ب10، فنضرب ال5 في 10 هيديني 50 نيوتن. هنقسم ال100 على ال50 اللي هو هيديني 2 متر. تزداد طاقة الوضع جسم عندما ايه؟ تزداد السرعة؟ لا، طاقة الوضع لا تتأثر بالسرعة. يزداد الوزن؟ يقل الارتفاع؟ لا، ده كده طاقة الوضع هتقل لأن ما بينهم علاقة طردية. وبرضو مفيش يقل الوزن، يبقى هي تزداد الوزن لأن الوزن برضو في علاقة طردية مع طاقة الوضع. طاقة الوضع لجسم تساوي زيرو عند ايه؟ عند سطح الأرض. طب ليه عند سطح الأرض؟ لأن هنا الارتفاع بزيرو. احنا أصلا بنقيس الارتفاع، ارتفاع الجسم عن سطح الأرض، فلما هو يبقى عند سطح الأرض هيبقى الارتفاع بزيرو. الكتلة لما تزداد طاقة الوضع هتزداد، فلا مش هتنفع، والسرعة ملهاش علاقة بطاقة الوضع، وأقصى ارتفاع ده هتبقى عنده طاقة الوضع في أقصى حاجة. تعال نخش على المثال ده. يوضح 3 مواضع من في مسار حركة سيارة أي مما يلي يعبر عن التغير الحادث في طاقة الوضع عند الانتقال من X ل Y ومن Y ل Z. جميل. على الترتيب، هنا هو كان ماشي على سطح الأرض، طلع المسافة اللي هو طلعها دي، ما ده كده يعتبر ارتفاع عن المسافة اللي هو كان ماشي عليها. فهنا الارتفاع زاد، فطاقة الوضع ايه اللي هيحصل لها؟ علاقة طردية، تزداد. وهنا بقى، طب هنا هو رجع سيب التاني وبقى ماشي على خط مستقيم. هنا هو خلاص طلع من اكس كده، هو وصل لأقصى ارتفاع، مش هيطلع عن كده. فهنا هتبقى ثابتة، بعد ما زاد هيثبت، تظل ثابتة. يبقى فين الاختيار اللي بيقول الكلام ده؟ اهي تزداد ولا تتغير، اللي هي الإجابة ب. بعد كده بيقول لي الشكل المقابل يوضح مسار حجر يسقط من مكان مرتفع أي مما يلي يعبر عن طاقة وضع الحجر في المواضع الثلاث X و Y و Z. هنا هو إيه؟ على ارتفاع، فإكس كده هيبقى أكبر حاجة. بعد كده واي الارتفاع قل شوية، واي اللي بعد كده زد ده قريب من سطح الارض، فهو يا اما هيبقى صفر يا اما يقترب من الصفر. يبقى احنا كده حلينا السؤال بتاعنا. ندور بقى على المنحنى اللي بيقول الكلام ده. هنا اكس اصغر حاجه؟ لا، ده اكبر حاجه. هنا التلاتة متساويين؟ لا، الارتفاع متغير. ازاي التلاتة متساويين؟ يبقى الاجابه بتاعتنا هي د. تعالوا هنا بيقول لك اختر العمود من العمود ب ما يناسب العمود A، وقعد كتابة العبارات التالية. الطاقة مديني الكميات الفيزيائية ومديني وحدة القياس، فأنا عاوز أكتب وحدة القياس لكل كمية فيزيائية. إحنا عارفين إن الطاقة بالجول، الجول اللي هو رقم 4. الزمن عارفين اللي هو بالثانية أو بالساعة أو بالدقيقة، في هنا ثانية أهي. القوة اللي هي بالنيوتن، النيوتن عندنا اللي هو 7 أهو. الارتفاع عندنا اللي هو بالمتر أو بالكيلومتر أو بالسنتي أهو 5. السرعة عندنا بالمتر كل ثانية اهي. شدة مجال الجاذبية الأرضية وده اللي بالنيوتن لكل كيلو جرام اهو. وبس كده. بيقول لك أكمل. الطاقة هي المقدرة على ايه؟ بذل شغل، وتقاس بوحدة الكيلو جول، والذي يساوي كام جول؟ قلنا ان الكيلو جول للجول بنضرب في 1000 يبقى يساوي 1000 جول. للطاقة صور متعددة، منها ايه؟ طاقة الوضع وطاقة الحركة. تتوقف طاقة الوضع على ايه؟ على حاجتين، وزن الجسم وارتفاع الجسم. وزن وارتفاع. تقدر كتلة بوحدة الكيلو جرام، بينما يقدر الوزن بوحدة النيوتن. الطاقة الكيميائية الموجودة في وقود السيارات هي طاقة قلنا عليها طاقة وضع، وكمان الموجودة في الغذاء في روابط الكيميائية، وتتحول إلى طاقة ايه؟ طاقة حركة عند حدوث التفاعلات الكيميائية. صح وغلط. المتغير الذي يتم تغييره أثناء إجراء التجربة هو يعرف المتغير المستقل. صح.
طب الثابت المتغيرات الضابطة. تزداد طاقة الوضع بزيادة الارتفاع، صح، لأن ما بينهم علاقة طردية. جسم يختزن طاقة مقدارها 55 جول على ارتفاع 11 متر، تكون كتلته 10 كيلو جرام. هنا مسألة هيبقى نحسبها. نجيب الأول الوزن عشان نعرف نجيب الكتلة، صح. الوزن عندنا هيبقى 55 على 11 اللي هي بتساوي 5. طب ما 5 دي هنقسمها على 10 اللي هي شدة المجال الجاذبية الأرضية عشان نجيب الكتلة، هيبقى نص كيلو جرام. هو هنا مديني 10، يبقى لا غلط، بنص كيلو جرام. الطاقة الكيميائية الموجودة في الغذاء والوقود هي طاقة وضع مختزنة، صح، وبتتفك قلنا تحول لطاقة حركة عند التفاعل الكيميائي. هنا استخرج الكلمة اللي مش الغير مناسبة مع المجموعة دي. طاقة الوضع السرعة ارتفاع الوزن. السرعة هنا هي المخالفة دي المجموعة دي. ليه؟ لأن كله بيجمعوا علاقة اللي هي طاقة الوضع بتساوي مثلا الوزن في الارتفاع، المسافة، الارتفاع، السرعة والإزاحة. هنا المختلف عنهم هو السرعة، لأن كلهم وحدته القياس بتاعتهم بالمتر، لكن السرعة متر كل ثانية. 3 نيوتن قوة جول كيلو جرام. برضو هنا المختلف هي القوة، لأن كلهم هنا إيه؟ وحدة قياس، لكن القوة دي كمية فيزيائية. نسمي الله ونخش على الأسئلة المقالية. علل لما يأتي. طاقة الوضع جسم عند سطح الأرض تساوي صفر. ده قلنا ليه؟ قلنا لأن الارتفاع بتاع الجسم هنا بيساوي صفر. ما دام الارتفاع بيساوي صفر، أي حاجة في صفر بصفر، مهما كان وزنه هنضربه في صفر فيبقى بصفر. 2. تزداد طاقة الوضع الجسم بزيادة ارتفاع عن سطح الأرض، لأن هناك علاقة طردية بين ارتفاع الجسم وطاقة الوضع، فكلما زادت الارتفاع زادت طاقة الوضع. يتشابه دور الوقود داخل السيارة مع دور الغذاء داخل الجسم الكائن الحي، لأن احنا قلنا إن طاقة بيبقى في طاقة مختزنة على هيئة طاقة وضع في الروابط الكيميائية، وتتحول إلى طاقة حركة عند حدوث تفاعل كيميائي في الاتنين. هنا بيقول لك ما المقصود. المتغير المستقل قلنا هو السبب، وهو المتغير الذي يتغير أثناء التجربة. التابع هو النتيجة للمتغير المستقل، وده النتيجة اللي احنا عاوزين نقيسها، وبيتغير بتغير المتغير المستقل. المتغيرات الضابطة دي متغيرات ثابتة وبنثبتها في التجربة كلها. الطاقة هي المقدرة على بذل شغل. طب طاقة الوضع هي الطاقة المختزنة في جسم عند أو بسبب بذل شغل. ما معنى قولنا أن طاقة وضع جسم تساوي 20 جول؟ أي أن الطاقة المختزنة في الجسم بسبب بذل شغل أو نتيجة بذل شغل تساوي 20 جول. طاقة أو ممكن نقول إيه معنى كده إن حاصل ضرب وزن الجسم في الكتلة أو في الارتفاع الجسم يساوي 20 جول. طاقة المختزنة بجسم نتيجة الشغل المبذول عليها بيساوي 100 جول، أي أن طاقة الوضع بتساوي 100 جول. يعني هتعكس ما بين الاتنين دولت، يعتبر نفس السؤال. جسم طاقة وضعه 80 جول على ارتفاع 10 متر. هنقول أي أن وزن الجسم بيساوي 80 على 10 فيها 8 نيوتن، أي أن وزن الجسم يساوي 10 نيوتن. طاقة وضع جسم تساوي زيرو، أي أن ارتفاع الجسم يساوي زيرو، أي أن أو الجسم يوجد على سطح الأرض، أي أن الجسم موجود على سطح الأرض. 10. أذكر العلاقة الرياضية التي تربط بين كل مما يلي. طاقة الوضع والجسم طاقة وضع جسم وارتفاعه على سطح الأرض اللي هي بي إي طاقة الوضع بتساوي الوزن في ارتفاع الجسم. الوزن الجسم والكتلة، الوزن بيساوي الكتلة اللي هي ام في جي. طاقة الوضع وشدة مجال الجاذبية البي اي اللي هي طاقة الوضع بتساوي ام في جي في اتش. ماذا يحدث عند زيادة وزن الجسم للضعف مع ثبات ارتفاع سطح عن سطح الأرض بالنسبة لطاقة الوضع؟
علاقة طردية، فزادت وزن الجسم للضعف فتزداد للضعف برضو طاقة الوضع. اهو المثلث بتاعنا بي اي دبليو اتش، وقلنا اي حاجة تحت بعض او فوق بعض علاقتهم طردية. نقص المسافة الرأسية التي يرتفعها الجسم عن سطح الأرض للنصف، ده الارتفاع نقص عندي للنص والوزن ثابت. معنى كده إن برضو طاقة الوضع تقل للنصف، لأن بينها برضو علاقة طردية. زيادة وزن الجسم للضعف ونقص ارتفاعه للنص، هنا الاتنين يعني تلاشوا بعض، بمعنى ان الوزن زاد عندي للضعف لكن الارتفاع قل للنص، فلما اجي اضرب هيطلع لي نفس الناتج. معنى كده انها ستظل ثابتة او تظل كما هي بالنسبة لطاقة الوضع. نخش على الأسئلة المتنوعة. احسب طاقة وضع قطة كتلتها 5 كيلو جرام تقفز لأعلى في الهواء لارتفاع 2 متر. عاوز طاقة الوضع، يبقى الأول هنضرب الكتلة في 10 عشان نجيب الوزن اللي هي هيبقى 50، وال50 نيوتن ده هنرجع نضربها في 2 عشان نجيب طاقة الوضع، يبقى 2 في 50 اللي هي ب100 جول. نبسطها أكتر، هنرسم عندنا مثلثين. تمام، المثلثين بتوعنا هيبقوا عبارة عن ايه؟ هنا هيبقى البي اي، وهنا هيبقى الدبليو، وهنا هيبقى الاتش، وهنا هيبقى الدبليو، وهنا هيبقى الام، وهنا هيبقى الجي. انا معايا الام وعاوز اجيب الدبليو ومعايا الجي، فهضرب الاثنين دول في بعض عشان اجيب الدبليو اللي هي الوزن بتاعي، وبعد كده بقى معايا الوزن والارتفاع هضربهم في بعض عشان اجيب البي اي. تاني سؤال بيقول لك احسب وزن صخر موضوع على ارتفاع 12 متر فوق سطح الارض طاقة وضعه 240. هخبي الوزن اللي انا عاوزه، هيبقى بي اي على الاتش اللي هي 240 على ال 12 اللي هي ب 20 نيوتن. طيب 3، إذا بذلت شغلا مقداره 2400 جول لرفع جسم كتلته 60، هنضربه في 10 تاني عشان نجيب الوزن، هيبقى 600 نيوتن إلى ارتفاع معين عن سطح الأرض. احسب مقدار هذا الارتفاع، الارتفاع عاوزه فهخبيه، فيبقى طاقة الوضع على الوزن اللي هي 2400 على 600 اللي هيديني 4 متر. رابع سؤال بيقول جسم كتلته نص كيلو جرام موضوع على ارتفاع 10 متر من سطح الأرض. احسب طاقة الوضع. طاقة الوضع عندي يبقى هضرب الأول الكتلة في 10 اللي هي شدة مجال الجاذبية الأرضية عشان أجيب الوزن اللي هو ب5 نيوتن. معايا الوزن ومعايا الارتفاع، يبقى 5 في 10 بتساوي 50 جول اللي هي طاقة الوضع، كده جبناها. طيب طاقة وضع الجسم عند زيادة وزنه للضعف ونقص ارتفاعه للنص، من غير ما نحسبها هتبقى برضه 50 جول، تظل كما هي لأن الاتنين لاشوا بعض. الوزن عندي زاد للضعف والارتفاع عندي نقص للنص، تظل كما هي. ادرس الأشكال التالية ثم أجب عما يلي. في الشكل المقابل تم إسقاط 3 كرات مصمتة متماثلة الكتلة مع معنى كده متماثلة الكتلة يبقى متماثلة الوزن من 3 ارتفاعات مختلفة، فإذا حدث كل منهما حفرة بعمق مختلف. تعالوا هنا نستنتج المتغيرات الأول قبل ما نكمل هو عاوز إيه. المتغيرات هنا مين عندي المستقل؟ المستقل هو الارتفاع. طب مين عندي متغيرات الضابطة؟ اللي هو الكتلة أو الوزن بتاع الكرات والرمال اللي عندنا. طب إيه اللي بيحصل؟ النتيجة أو المتغير التابع اللي هي حجم الحفرة اللي هيعملها. جميل. نخش بقى على الأسئلة. ما نوع الطاقة المختزنة في كل كرة قبل سقوطها؟ طاقة وضع. طيب أي الكرات تحدث حفرة في الرمال يكون عمقها هو الأقل مع التفسير؟ اللي يحدث حفرة أقل عمق هي الأقل ارتفاع اللي هي دي إيه؟ طب ليه يا مستر؟ لأن هناك علاقة طردية بين الارتفاع وطاقة الوضع، فطاقة الوضع بتاعتها كده هي بتصبح أقل حاجة فهتعمل حفرة صغيرة عن باقي الكور. طب تالت سؤال بيقول لي صنف ما يلي الى متغير مستقل ومتغير تابع ومتغير ضابط، اللي احنا عملناها اصلا قبل ما نعرف اللي فيه سؤال. عمق الحفرة التي تكونها قلنا ده التابع، كمية الرمل قلنا ده ضابط، ارتفاع الكرات قلنا ده مستقل، وزن الكرات قلنا ده ضابط.
طب نخش على اللي بعده. من الشكل المقابل حدد النقطة التي تكون عندها طاقة الوضع أكبر ما يمكن. طاقة الوضع عندها أكبر ما يمكن، يبقى هو من غير ما أفكر هو الأقصى ارتفاع، يبقى ده هنا عندي أصلا بزيرو، وده هيبقى نص ده في أقصى واحد اللي هو إيه. إذا كانت كتلة الكرة 5 كيلو جرام، احسب طاقة الوضع للكرة عند النقطة A و B. يبقى أنا عندي هنا الكتلة ب5 أضربها في 10، كده جبت الوزن اللي هو هيبقى عندي 50 نيوتن. هضربها مرة في 5 فهيديني 250 نيوتن، وهضربها مرة في 250 جول، وهضربها مرة في 2.5 اللي هو هيبقى 125 جول. كده جبت بتاعة A وبتاعة B. طب نسمي الله ونخش بقى على أسئلة مستويات التفكير العليا. أول حاجة أكمل. عندما تتغير كتلة جسم من X إلى تلت X فإن طاقة الوضع تصبح إيه؟ إحنا عارفين إن الكتلة بتتناسب طرديا مع إيه؟ مع الوزن، والوزن بيتناسب طرديا مع طاقة الوضع. فمن خلال العلاقات دي بنستنتج إيه؟ إن الكتلة علاقتها طردية مع طاقة الوضع، فمعنى إنه قلل التلت فبرضه طاقة الوضع هتقل للتلت. تاني حاجة اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. نسبة بين المسافة إلى الإزاحة من الواحد الصحيح. احنا عارفين ان المسافة هي الكبيرة. مثلا المسافة، هو بيقولك المسافة إلى الإزاحة، معنى كده المسافة في البسط والإزاحة في المقام. واحنا عارفين ان دايما المسافة بتبقى أكبر، أو لو الجسم اتحرك في حركة خط مستقيم فبتبقى الاتنين قد بعض، فمش هتبقى أكبر من، استحالة هتبقى أكبر من أو تساوي الواحد الصحيح، مش اقل من. ليه؟ لان انا عندي دايما ان البسط اكبر من المقام، فهتبقى اكبر من او تساوي الواحد في حالة لو الجسم اتحرك حركة في خط مستقيم. تاني سؤال بيقول لك من الشكل المقابل ما الزنبرك الذي يختزن طاقة وضع اكبر؟ طاقة الوضع الاكبر هتبقى عند مين؟ اللي ارتفاعه اكبر اللي هو 2، او لا عفوا هتبقى 1. لان ايه؟ لان احنا بذلنا عليه هنا شغل اكبر، فهتبقى 1 لان الشغل المبذول عليه اكبر. افترض احد التلاميذ في احدى التجارب ان كمية ضوء الشمس الساقطة على نباتات دوار الشمس يحدد عدد البذور التي تنتجها النباتات، وعدد البذور في هذه التجربة يمثل ايه؟ واحدة واحدة. في إحدى التجارب كمية ضوء الشمس الساقطة على النبات دوار الشمس يحدد عدد البذور، معنى كده إن كمية الضوء دي إيه؟ المستقل. يحدد عدد البذور التي تنتجها، ده إيه؟ النتيجة بتاعتنا، يبقى ده التابع. ونبات دوار الشمس ده المتغير الضابط بتاعنا. هو بقى بيسأل على إيه؟ بيسأل على عدد البذور. عدد البذور قلنا عليها ده المتغير التابع. إذا كان لجسمين نفس طاقة الوضع وكانت كتلة الأول ضعف كتلة التاني، يعني وزن الأول ضعف التاني من التاني، فإن الارتفاع الذي يوجد عليه الجسم الأول نقط الارتفاع الذي يوجد عليه الجسم التاني. احنا عندنا نفس طاقة الوضع، هو وزن الجسم الأول أكبر بمرتين من وزن الجسم التاني، معنى كده إن ارتفاع الجسم الأول في نص ارتفاع الجسم التاني، يبقى الذي يوجد عليه ارتفاع الجسم الأول هو نصف ارتفاع الجسم التاني. السؤال اللي بعد كده تحرك جسم في مسار دائري محيطه 150 متر ثم عاد لنقطة البداية، أوجد قيمة المسافة والإزاحة. هو عاد لنقطة البداية فالإزاحة دي بزيرو. طيب هو خد لفة كاملة في الدايرة، والدايرة هو مدينا محيطها ب 150، يبقى المسافة عندي هي 150 متر. طيب جسم تحرك 20 متر شرقا، تعالى هو 20 متر شرقا، 20 متر في 4 ثواني. طيب وبعد كده شمالا 10 متر في ثانيتين، شمالا 10 متر في ثانيتين. وبعد كده اتجه غربا 20 متر في 4 ثواني. احسب المسافة 20 زائد 20 زائد 10 50 متر. طب الإزاحة يرجع تاني هنا كده اللي هي ال 10 متر اللي هو استغلكم اللي هي 10 متر. طب السرعة مسافة على زمن، احنا عندنا 50 متر، تعالوا نجمع الزمن 4 زائد 4 زائد 2 اللي هي ب10 ثانية، يبقى 50 على 10 اللي هي هتدينا 5 متر لكل ثانية.
السؤال اللي بعد كده، قطار بدأ رحلته طولها 500 كيلو متر، الساعة 5 صباحا، بسرعة قدرها 50 كيلو متر كل ساعة، فمتى يكون موعد وصوله؟ عاوزين نعرف الأول هو هيستغرق وقت قد إيه. هنجيب الوقت منين؟ هو هنا مديني مسافة ومديني السرعة، فمن العلاقة بتاعتنا اهي، مسافة سرعة وزمن، هنخبي الزمن فتبقى مسافة على السرعة اللي هي 500 على 50 هتدينا 10 ساعات. طيب 5 صباحا زود عليها 10 ساعات هتبقى ايه؟ هتبقى الساعة 15، نطرح منها ال 12 ساعة بتوعنا هتبقى الساعة 3 العصر. تعالوا نخش ونسمي الله على أسئلة الكتاب. الشكل المقابل يعبر عن تجربة تضمن 4 محاولات x y و z x و z و y و x. أي مما يلي يعبر عن المتغير الضابط والمتغير المستقل. تعالوا نشوف أصلا التجربة هي عبارة عن إيه. هو عاوز يشوف أنهي محاولتين كان المتغير الضابط نقط والارتفاع نقط، طيب المستقل نقط. طب تعالوا هنا من السؤال ده، احنا عندنا هنا ارتفاع 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 وكتلة كتلة كتلة، دي الوحيدة اللي متعاكسة، ما تيجوا نشطبها. يبقى احنا كده عاوزين نركز على الكتلة والارتفاع. مين هنا اللي كتلته في المتغير المستقل متغيرة؟ عندي 1 1 و2 1، يبقى انا هنا المستقل عندي اللي هو 2 1، يبقى انا المحاولة اللي فيها واي هسيبها، اللي عكس كده هشيلها، دي ما فيهاش واي دي ما فيهاش واي، يبقى ده. والمتغير الضابط اهو عندي في دبليو واي، فين دبليو واي؟ الاتنين 50، فانا كده ثبتها. يبقى انا عرفت من خلال كتلة الكتلة عندي اللي هي 2 دي المختلفة، واحنا عارفين ان احنا في المستقل بنغير اثناء التجربة. اي الحالات التالية يتم فيها بذل شغل؟ حمل حقيبة من على الارض، ده كده بذلت شغل. دفع عربية مشتريات، تمام، في الاتنين بذلت شغل. طيب حمل حقيبة زهر والسير بها، كده الحركة انا مثلا ماشي كده بس الجاذبية بتشد الشنطة لتحت فمش هيبذل شغل، ده لا يعتبر شغل. حمل حقيبة من على الارض يعتبر شغل. دفع شجرة مفيش ازاحة فمفيش شغل، دفع شجرة فمفيش ازاحة فمفيش شغل، يبقى الاجابة الف. تتوقف طاقة وضع الجسم على ايه؟ طاقة الوضع قلنا بتتوقف على وزن الجسم وارتفاع الجسم اللي هي هتبقى د. الشكل المقابل يوضح حركة كرة بعد قطع خيط المقلاع. أي مما يلي يؤدي إلى انطلاق الكرة لأقصى مسافة ممكنة. أقصى مسافة ممكنة ده يبقى أنا عاوز إن الكرة يبقى عندها أكبر طاقة وضع، يبقى عاوز أثر عليها بأقصى شغل، تمام. يبقى هنعمل ايه هنا؟ الخيط عندي هنا ده هيبقى شريط، عاوز اخليه اطول حاجة، اطول حاجة عشان يبقى ايه عندي اقصى ارتفاع، عشان يبقى عندي اقصى طاقة وضع. فهعمل ايه؟ التغير هنا استخدام كرة اكبر كتلة واقل اقل قبل قطع الخيط، لا بسبب اختزان شاهد، لا يبقى هنا مش اقل، عاوزين اكبر قبل قطع الخيط، عاوزينه يبقى اكبر حاجه، الخيط المطاطي عاوزينه يبقى اكبر حاجه عشان الارتفاع يبقى اقصى حاجه، يبقى عندي هنا اكبر واكبر. وعاوزين هنا ان الكره تبقى اكبر كتله اللي هو هيبقى اكبر وزن عشان يبقى كده حققت اكبر طاقه وضع، فبالتالي هيديني طاقه حركه مهوله. طيب يبقى هنا ايه؟ استخدام شريط مطاطي اطول ولا استخدام شريط مطاطي اقصر ولا استخدام شريط اقصر؟ لا هيبقى استخدام شريط مطاطي اطول عشان الارتفاع واكبر قبل القطع، فهتبقى الاجابه ب. هنا ما فيهاش اعتماد على الكتله او على الوزن، بس اعتمادها الكلي اني عاوز اقصى ارتفاع للخيط بتاعي، فالتغير هنا هتبقى هنا هتبقى صغير، الخيط المطاطي بتاعي هنا هيبقى اطول حاجه عشان اقدر قبل ما يتقطع، عشان اقدر طاقه الوضع بتاعتي تبقى عاليه. طيب وهنا اكبر قبل قطع الخيط، تمام. احسب الزمن الذي تستغرقه سياره تتحرك بسرعه 40 متر اهي. البتاع بتاعي، الجدول بتاعي دي هنا المسافة سرعة زمن، انا عاوز هنا ايه؟ الزمن، يبقى دي على في 40، لا 200 على ال 40، 200 على ال 40،
اللي هي هتديني 5 ثانية. احسب ارتفاع جسم كتلته 6 جرام، 6 في 10 ب60 نيوتن. طيب عندما تكون طاقة وضعه 180، يبقى أنا عندي هنا طاقة الوضع وجبت أنا الوزن، يبقى 180، لأ هتبقى الوزن 180 على 60 هيديني 3 متر. ما معنى أن سرعة الجسم 100 كيلو متر 100 متر لكل ثانية؟ أي أن الجسم يقطع مسافة قدرها 100 متر لكل ثانية أو في الثانية الواحدة. تعالوا نسمي الله ونخش على آخر حاجة اللي هو اختبار شامل على الدرس. ولو أنت وصلت لهنا أنصحك إنك توقف الفيديو، إحنا خلاص كده شرحنا الدرس وذاكرناه وحلينا كل أسئلته، فخليه اختبار لنفسك، حله الأول بعد كده شوف الإجابات معايا. نسمي الله. اختر الإجابة الصحيحة. الشكل المقابل يعبر عن حركة جسم من النقطة A إلى النقطة C مرورا بالنقطة B، يعني اتحرك من هنا لهنا. أي مما يلي يعد صحيحا. قبل ما نشوف، احنا عارفين كده إن هو اتحرك حركة خط مستقيم، معنى كده إن الإزاحة هتساوي المسافة. ندور على الاختيار ده اللي هو ج. علل. وزن جسم دائما أكبر من كتلته، لأن الوزن أو علاقة الوزن هي عبارة عن ضرب الكتلة في شدة مجال الجاذبية الأرضية، فدايما هيبقى الوزن أكبر، اللي هي دي يا شباب. طيب الشخص الذي يقوم بتحريك طاولة أفقيا في اتجاه حركته فإنه يبذل شغلا. هو حرك طاولة، تمام، بذل شغل اهو، بذل طاقة حولها أثر عليها بقوة، وبقى عمل القوة المؤثرة كانت في نفس اتجاه حركة الجسم، فمعنى كده إنه بذل شغل. ده ليه بقى؟ لأنه بذل أو كان تأثير أو اتجاه تأثير القوة في نفس اتجاه حركة الجسم. تزداد سرعة الجسم المتحرك كلما قل الزمن المستغرق لقطع نفس المسافة، لأن ما بينهم علاقة عكسية، لأن السرعة علاقتها عكسية بالزمن. وقلنا نسهلها على نفسنا من خلال المثلث بتاعنا ان اي حاجة جنب بعض بتبقى علاقتها عكسية، اي حاجة فوق بعض او تحت بعض بتبقى علاقتها طردية. اكمل. كلما نقط المسافة الرأسية التي يزداد الجسم يرتفعها الجسم عن سطح الارض ازدادت طاقة نقط. كلما زادت المسافة الرأسية اللي هي الارتفاع زادت عندي طاقة الوضع. ب. الشكل المقابل يوضح المسار الذي سلكته جسم من نقطة A إلى النقطة D مرورا بالنقطة B و C، معنى كده إنه مشي كده، تمام، في زمن قدره 8 ثواني. احسب الإزاحة. الإزاحة اللي هي هتبقى دي اللي هي 14 متر، لأنه هو كده مستطيل، الطول بيساوي الطول والعرض بيساوي العرض. سرعة الجسم اللي هي المسافة اللي قطعها كلها 5 زائد 5 10 و 24 متر، دي كده المسافة. طيب قطعها كلها في 8، 24 على 8 اللي هي فيها 3 متر لكل ثانية. استخرج الكلمة غير المناسبة. نيوتن، إزاحة، جول، متر، كلهم وحدة قياس ما عدا الإزاحة. الإزاحة لأن جميعهم وحدة قياس، ودي الوحيدة اللي كمية فيزيائية. طيب إذا تم بذل شغل مقداره 500 جول لرفع جسم كتلته 10 كيلو جرام من سطح الأرض إلى ارتفاع محدد، احسب طاقة الوضع. أنا عندي هنا الكتلة فهضربها في 10 عشان أجيب الوزن اللي هي هتبقى 100. طيب هضرب ال100 دي عشان أجيب الارتفاع، بس ثانية، هو عاوز طاقة الوضع الأول. طاقة الوضع، طب ما هو مديني الشغل، ما طاقة الوضع هي الشغل. احنا مش عارفين ان طاقة الوضع هي الطاقة المختزنة في الجسم نتيجة بذل شغل؟ ما هي الشغل 500 جول. طيب معايا كده طاقة الوضع ومعايا كده ال 100 نيوتن اللي انا جبتها بتاعت الوزن. عاوز بقى الارتفاع، يبقى 500 على ال 100 اللي هي هتساوي 5 متر. وكده الحمد لله خلصنا الدرس الاول كشرح وكحل. اتمنى تكون فهمت واستوعبت كل النقط اللي احنا شرحناها، واتمنى اكون قدرت اسهل عليكم المادة. ما تنسوش تحطوا لايك وتتابعونا عشان هننزل بقية المنهج ان شاء الله، واشوف وشكم على خير. السلام عليكم.